مش عشان ابنك اللي في بطني. خلاص طيب، خلاص متعطيش. أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان خاطرك، بس وحياة أغلى حاجة عندك ما تقساش عليا أكتر من كده. خلاص بقى، خلاص بقى. أنا عايز الواد يطلع بيضحك، مش عايز يطلع بيكشر ويعيط. أنا عايز واد حلو كده يضحك. بصي، أنا عايز واد يطلع قمر كده شبه أبوه. ومعانا اتصال، في حد مصر يشارك معانا. الو الو، نتعرف بيكي؟ معلش عفيني من اني اقول اسمي. الاستاذ سليم عارف صوتي. انا بتصل علشان ابارك له على البراءه واقول له حاجه عمري ما قدرت اقولها له قبل كده. على راي الست عزة نفسي منعاني. اتفضلي حضرتك قولي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك يا سليم، انا كنت راضيه اموت جنبك ولا اني اموت بعيد عنك. ايوه يا جيهان، الموضوع بتاع القصر ده مش هيتحل قانوني. امال هيتحل ازاي؟ خلاص يا مراد دور على حل تاني. المهم ولادي يرجعوا يتلموا في بيتهم. يبقى ما قدمناش غير الحل اللي انا قلت لك عليه قبل كده، رجاله وسلاح ويقتحموا القصر وناخده زي ما اتاخد مننا. وايه اللي منعك تعمل كده؟ يعني هو الرجاله بتوع الصعيد وبتوع النوبه زي ما تقولي كده مقيرين معانا، يعني مش تمام معانا. ده الكلام اللي قاله لي سليم. وكمان غزال عبد الله مشبعه على الاخر. مفيش قدامنا بقى غير رجاله من الحاره. هات رجاله من اي حته وشوفهم ياخدوا كام. بصراحه بقى مفيش غير واحد بس هناك اللي يقدر عليهم، واسمعوا كلامه ونفذوا كل طلباته. قصدك مين؟ انت عارفه قصدي مين؟ قصدي يحيى العطار. كيفك يا حاج وفيق؟ دورت دوار العمدة يا زكريا. الدار دارك، لكن العمدة مش موجودة هنا، لأن أنت مش العمدة. أنا العمدة وبورق رسمي يا زكريا. سيبك من الأوراق، أنا جاي لك في خير، خير ليا وخير ليك. بس الأول أنا عايز رجالة وسلاح. أديك رجالة وسلاح وتحاربني بيهم بعدين يا زكريا؟ كيف أحاربك برجالتك؟ أنا لو طلبت منهم إنهم يلفوا السلاح ناحيتك هيطخون. أنا حربي مش هنا، أنا حربي هناك في مصر، في القصر اللي لو خشيته الخير هيعم ليا وليك. نفكر. الموضوع عايز ضمانات يا زكريا. الضمانات اللي على كيفك. نبقى عيلة واحدة، تتجوز بنتي. قلت ايه؟ ايه اللي جرى في دماغك يا عبد الله؟ اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عمي، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا، انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. واني سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. ويظهر اني لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي اتربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا ولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي. انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا؟ هنقتلوا ناس تانية ولا ناخدوا حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله،
مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله؟ نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني، وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شتيت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكم. بعد الدق. ادخل. مسامير، خير يا ولادي؟ في واحدة واقفة بره وبتقول إن هي عاوزة مدير الدار. مش انتوا خابرين ان ما بنقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار له عينين. لما قلت لها الصبح قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت إن هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. بقول لك ايه، اعملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك اهو، وانت ما شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو انت لما رحت الوفيق قالك حاجة ضايقتك؟ لا ما تشغليش بالك انتي، ما فيش حاجة. هو انت ناوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله. بقول لك ايه، ادعي لي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي. مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف؟ ده عمرها ما حصلت. لا حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديته قلت لي مفيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بقيش في الدار ومحدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حسن من يوم ما هاجم الدار محدش خابر اثره. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتاخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هنا. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيفه، واللي معاك ده 8 هيبيت مع العيال. حصلوني. مين الراجل الشرير ده؟ هو ليه عمال يقول ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوكي بره على باب الدار. سيبك منه يا تمانية. بقول لك ايه، انا عايزه اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعي حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، واديك هتشوف. الو، مين؟ ازيك يا هايدي؟ انا رقية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه. انا وابوي مش موافقين على اللي امي عملته، وخالي صبري كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنينا عليكم كلكم بخير. والبت عاليه بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاجز سلمى عنده، وعاليه كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، ما انا بتكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزيارة دي.
علشان لما طربقها على دماغه ودماغ اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جو مشايره الفيديو بتاعك يعني وناشرين الصوره الحقيقيه. انت عارف الفيديو ده عمل كام مشاهده على اليوتيوب؟ كام؟ لا ما عارفش، انا بسالك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني بيقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كانك نجحت في الثانويه العامه يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح قول لي يا عم، ايه المكالمه العالميه اللي جاتك دي؟ مكالمه عالميه يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم، اول ما قلت الو عينيك بربشت ونفسك ما طلعش. انا قلت عم سليم هيروح مني ولا ايه؟ مش هتقول لي اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ لابسه ايه؟ اشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجه، واصل. اخرس. ماشي. المصيبه يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها، كل ما اكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا، الناس كلها بتتفرج على الحلقه، وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه يا دي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون، انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش ثواني يا عم، ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع